حياة تختبر الأفراد بشكل مستمر، والقوة تنبع من التحديات. حنا في هاد الحياة بحال شي غرباء على الموطن ديالنا الأصلي. غيجي واحد النهار اللي غنرحلو فيه على هاد الأرض كاملين. هاد الأرض بحال شي غرفة تعطات لينا باش ندوزو فيها امتحان. هاد الامتحان كيكون طويل، وداخل القاعة كاين بزاف ديال المغريات وكاين أعداء النجاح ومشتتات. هاد الامتحان ماشي صعيب حيت كتكون عندنا بزاف ديال المساعدات، ولكن في ظل وجود مغريات وأعداء كيولي صعيب. الغرفة هي هاد الأرض، والامتحان هو الحياة اللي كنعيشوها. غتقول لي كيفاش امتحان غنتعلمو منه دروس؟ غنقول لك الأمر واضح. عندنا القرآن في واحد الآية كيقول فيها الله سبحانه وتعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون. هذا الامتحان هو أننا خاصنا نعبد الله وحده لا شريك له كما أمرنا، في ظل وجود ابتلاءات والنفس ديالنا اللي أمر بالسوء، والأعداء اللي كيحاولوا يحرفونا عن طاعة الله، ومغريات الحياة اللي ما كتقاداش. والنتيجة ديال هادشي كامل أولا الهدف منه هو أننا نتعلموا وناخدو دروس اللي غتخلينا ننجحوا في الامتحان. كيبتليك الله، ولكن فاش كيرفع لك البلاء كتخرج منه معلم بزاف ديال الدروس. حتى فاش كيوسوس لك الشيطان وكتوقع في المغريات وكتتبع الشهوات ديال الحياة، ولكن فاش كتفيق وكترجع للطبيعة ديالك كتاخد معك بزاف ديال الدروس. المشاكل كناخدو منها دروس، اي تحدي واخا تخرج خاسر فيه ولكن كتخرج رابح دروس اللي الا تعلمتي منهم مزيان المره الجايه اكيد غادي تربح. لا يمكننا فهم حقيقه الحياه الا من خلال التجربه. في عالم الفلسفه بالخصوص والباحثون بشكل عام، فاش كيبغيو يوصلوا لواحد الحقيقه ديال شي ظاهره او ما شابه، كيدوزوا من 4 ديال المراحل. اول مرحله هي الملاحظه، ثاني مرحلة صياغة فرضية، ثالث مرحلة وأهمهم هي التجربة، ورابع مرحلة هي النتيجة أو الحقيقة. وحتى إلا بغيتي تعرف شي واحد باش كيشعر، خاصك تدوز من نفس الحدث اللي خلاه يحس، مثلا بالحزن أو الفرح. يعني خاصك تجرب نفس الظروف اللي مر منها. تجربة فحال قلتي هي دوك الدروس اللي كنقراوهم في مدرسة الحياة. تجربة كتخلينا نكتشفوا الحقيقة بدون قناع، كنعيشوا الحقيقة كما خاصها تكون، ماشي بحال إلا عاود لينا شي حد. كتكون عندك فكرة ديال شي مشروع باغي ديرو، عاد كيجي عندك صاحبك اولا شي شخص تيقول لك راه ما غيصدقش ليك بلا ما تعذب راسك، انا راه جربت قبل منك وخسرت فيه بزاف. اسمح لي نقول ليك التجارب ما كيكونوش فحال وماشي نفس النتيجة. ربما الأخطاء اللي دارهم هو انت ما غديرهمش، اولا ربما انت عندك إمكانيات وإبداع أكثر منه اللي غيخليك تخرج بنتيجة إيجابية وتنجح في داك المشروع. كخلاصة، إلا بغيتي تتعلم دروس جرب راسك، ما تعتمدش على تعاود الناس حتى النتيجة كتكون دائما مختلفة. وحتى إلا فشلتي راك ربحتي دروس اللي غينفعوك من بعد. لن تعرف حقيقة قدراتك حتى تجرب، وعمرك ما غتعرف القدرات والمهارات اللي عندك إلا ما جربتيش. وشحال من موهبة تكتشفت بالصدفة، وشحال من موهبة مدفونة حيت مولاها ما جربش يكتشفها أو لا خايف يبينها. القدرات ديال الإنسان كتيرة بزاف. تقدر انت ولا انت اللي كتفرجوا فيا دابا عندك قدرات اللي رائعة، خاصك غير تجرب كل شيء، واي حاجه عندك القدره انك تجربها جربها، وغتلقى راسك كتعرف بزاف ديال الحوايج اللي كان كيسحب ليك مستحيل تقدر عليهم او لا ديرهم. لا يوجد تقدم بدون أخطاء، فهي الدروس التي تقودنا نحو النضج والحكمة. أول دروس كتعطيهم لنا الحياة كيكونوا على شكل أخطاء. ملي كنفتحوا عينينا في هذه الحياة وحنا كنخطئوا وكنتعلموا، كل خطأ كنتعلموا منه بزاف ديال الدروس اللي كيخلينا نزيدوا نطوروا من راسنا أكثر ونكتشفوا بزاف ديال الحوايج. دابا السؤال اللي كيطرح نفسه: واش كون ما خطأناش واش كنا نتعلموا؟ اكيد لا. الاخطاء هي بحال واحد الساروس اللي كتفهم به هاد الحياه. من الاخطاء كنتعلموا دروس اللي كتساعدنا باش نحققوا تقدم. الاخطاء ما هي الا بدايه وتمهيد لواحد الاشياء اللي عظيمه الا استفدنا منها بطبيعه الحال. فاش توقع في خطا ما تبقاش طيح، نوض وغتشوف شحال انت محظوظ بالمقارنة مع دوك اللي ما وقعوش في نفس الخطأ. ثق بيا غتكون سبقتيهم بخطوات. العيب ماشي هو انك تخطأ، العيب هو انك ما تتعلمش من الخطأ. وكخلاصة من الاخطاء كنتعلموا بزاف ديال الدروس في هذه الحياة. المواقف سيدة الحقيقة. كيقولوا المواقف هي اللي كتبين لك الصديق من العدو.
كتنزع الأقنعة وكتبين لك الحقيقة ديال الناس، ديال راسك، ديال كل شيء. أي حاجة كنتي واخد عليها الصورة سواء زوينة أو خايبة، كيجي موقف واحد كيخليك تيبريمي ديك الصورة. تقدر تكون مصاحب مع شي إنسان مدة اللي طويلة بحال الخوت، فجأة كيطرا شي موقف كيخليك تكتشف أنك ما عمرك عرفتي داك الإنسان. مواقف دروس اللي كتمنحها لنا الحياة باش نتعلموا منها ونعرفوا الحقيقة ديالنا وديال الناس اللي دايرين بينا. فإلا بغيتي تعرف الحقيقة ديال شي شخص دائما كيقول لك راك عزيز عليا ويبقى معاك الحياة كاملة، حطه في شي موقف اللي غيكون في مصلحتك انت وما عنده حتى رباح فيه. حاول تعاود ليه اسرارك ومن بعد استفزو ودير راسك باغي تضارب معاه، وشوف الا ما ولاش عرضهم عليك كاملين وغتلقاهم عند الاعداء ديالك. انك تحط في موقف وتخرج خاسر فيه، ولكن عرفتي الحقيقه احسن ليك من انك تبقى عايش في الخيال. اي موقف داز عليك تيقني ما داش بلا ما يخلي فيك واحد الاثر او لا واحد الدرس تعلمتيه منه. الانسان كتبنيه التجارب والدروس والمواقف ديال هذه الحياه، فإلا تعلم منها راه كيزيد القدام وكيطور في البناء ديالو. اما الا فوت عليه فرصه التعلم وعاود نفس الاخطاء راه كيرجع للور اولا كيبقى في نفس البلاصه. الابتلاءات الإلهية هي الدروس التي تظهر لنا رحمة الله وقوته في حياتنا. من أكثر الحوايج اللي كيقدروا يعلموك الدروس في هذه الحياة هما الابتلاءات. كيخليوك تعرف قيمة النعم اللي عندك، كيفيقوك بعد ما كتنعس وكيسحب ليك باللي هذه الحياة دايمة. كيعطيوك درس اللي عمرك ما تنساه. فاش كيبتليك الله بالمرض كتعرف قيمة الصحة وكتعلم تحافظ عليها، وفاش كيبتليك بالفقر كتعرف قيمة ديال الغنى وكتحس بخوك الفقير. وحتى فاش كتشوف شي واحد ابتلاه الله كتعرف القيمة ديال داكشي اللي ابتلاه فيه. واحسن درس تقدر تستافدو من البلاء هو ان القوة لله جميعا. انت مجرد عبد ولا مجال للصدفة في هذه الحياة. في لحظات الحزن العميق تأتي الابتلاءات لتختبر صمود الروح والإيمان الحقيقي، وتحمل في جناحاتها دروسا عميقة. فالصبر ينمو كالزهرة في الصحراء الجافة، والثقة تشق طريقها كنجمة في الليل المظلم. وحين تمر العاصفة تترك وراءها السلام والنقاء، ويشرق فجر جديد محملا بالأمل والصفاء. وهنا كيكون سهل الفيديو ديالنا. ما تنساش تخلي لنا شي كومونتير كدوي لينا فيه على بعض الدروس اللي علمتهم لكم الحياة، ونتلاقاو في فيديو جديد ان شاء الله. تبقاو على خير.